اعتقد النهارده هو فلون جديد هيقول لنا الملابسات اللي حصل، اللي هيحصل بكره، هيروح الماتش، بعده هيروح الماتش. المستشار برحب بيك من خلال خاص مع سيف، وسعداء بوجودك معانا. واعتقد الحاله المعنويه اللي شايفينها النهارده من اعضاء الجمعيه العموميه لحضرتك واستقبالهم ليك، انت تماما اهلكت تماما من التصوير. انا بقالي من الساعه يمكن 2 بتصور فعلا مع الاعضاء والعضوات والاطفال، ودي حاجه بتسعدني على فكره. يعني شوف احنا الساعه كام دلوقتي؟ بقالنا حوالي 5 ساعات في وسط الناس بتصور. وده بيؤكد زي ما قلت قبل كده، اعضاء نادي الزمالك وعضوات الزمالك ناس محترمه جدا جدا وواعيين جدا جدا. نبدا بيه. ده جواب رقمه 1037 10/51/23/3/2017. يعني بقى له كام يوم؟ حوالي 13 يوم 13 14 يوم. الأندية دوري المساء المدير التنفيذي الحق كتابنا كذا جدول مباريات الدوري العام الموسم 2016 بدون جمهور. نص سيادتكم جدول مباريات الدوري العام القسم الاول مع اعتبار 31/3 خلاص بدون جمهور. ده توقيع ثروت سويلم تمام ولا مش توقيعه؟ تمام. وده الختم. تمام. ادام ختم وتوقيعه له تعظيم سلام. تمام. نقلب اول صفحه الى نادي الزمالك ومصر المقاصة. لا مش دعوه بنادي الزمالك ولا الزمالك. ده جدول الدوري؟ دي تاني صفحه. اقرا معايا كده. جدول الدوري. المباراه رقم الزمالك ومصر المقاصة يوم السبت. المباراه رقم كام؟ 15/4. لا 198. السبت كام؟ السبت 15/4. الزمالك ومصر المقاصة الساعة 7:30. احترم ده بقى. لو انت مديلي الجدول ده وانا ما رحتش اخصم كل النقط. تمام. مش في مخاطبات وفي كلام اثير قبلها؟ سيبنا كمل بعدين تسالني. اتفضل. تاني بقول لك لو الكلام ده يوم الاحد لو الساعه 1 بالليل قلت لي اروح، انا راجل بلتزم بايه؟ باللوائح والقوانين. انت بعت لي قلت لي امتى؟ بعت لي امتى؟ من 14 يوم بالظبط. قلت لي الماتش بتاعك يوم ايه؟ يوم السبت. خلاص؟ طيب. لما افاجئ بقى وانا رئيس نادي الزمالك ان في الجرايد مكتوب ان الماتش اتاجل يوم السبت الصبح، المباراه اتاجلت. انت كلمتني؟ انت استاذنتني؟ انا عندي تعقيب صغير في الحته دي، ان انا عرفت ان الجمهور المصري وما له من حب وتقدير للمستشار مرتضى منصور كلموا مع حضرتك على اساس ان انت تقدم الماتش الاولاني لو تفتكر تقدم الماتش ساعه. المصري لا خلينا انا مركز. انا السن بتاعي لسه ما وصلش ان انا مش مركز، لان في ناس اتهموا برزنتيشن ان هي اجلت الماتش عشان الماتشين دول. بتتكلم انت لا عشان الماتشين دول. انت بتتكلم عن الماتش الاولاني بتاع المصري مع كمباله في هناك. تمام. كان في نفس اليوم ماتش للزمالك. تمام. وانا اللي طلبت لما جمهور المصري المحترم بالظبط اللي فوق دماغنا زي الاهلي والاسماعيلي والاتحاد طبعا والزمالك، انا اللي طلبت من اتحاد الكوره قلت لهم انا موافق اخر ماتش شويه. ده الماتش الاولاني، انا بتكلم في الماتش الثاني. محدش كلمك في الثاني ولا حد نطق. مصير مباراه مصر المقاصة ومصير مباراه طلائع الجيش. طلائع الجيش هنلعبها خلاص. مصر المقاصة على مسؤوليتي هتتعاد. بشكرك يا فندم.